عز وعمر وعبد لوهب، أسرار قصص الحب في حياة فاتن حمامة. تمر اليوم الذكرى السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 17 يناير عام 2015 بعد رحلة عطاء فني طويلة بدأتها وهي طفلة في عمر 5 سنوات، وأثرت خلالها الفن بالعديد من الروائع وأهم الأفلام في تاريخ السينما. وخلال حياة سيدة الشاشة العربية اشتهرت قصة حبها وارتباطها بالفنان العالمي عمر الشريف التي أصبحت إحدى أيقونات الحب والكن في حياة فاتن حمامة. أكثر من رجل كان لهم تأثير في حياتها. تزوجت سيدة الشاشة العربية في حياتها 3 مرات، وكان الحب حاضرا في كل منها. ففي بداية مشوارها الفني ارتبطت بقصة حب مع المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، وبدأ هذا الارتباط عندما عمل معا في فيلم في أبو زيد الهلالي عام 1947، وعرض عليها عز الدين الزواج، حيث لفت انتباهه بساطتها وجمالها، ولكن والدها رفض زواجها منه. وعن كيفية إتمام الزواج رغم رفض أسرة فاتن تحدث عز الدين ذو الفقر خلال حوار لمجلة الكواكب في عدد نادر صدر عام 1953، مؤكدا أنه صمم على الزواج منها ووجد أن الهرب هو السبيل الوحيد لزواجهما. وجاءت الفرصة عندما جمعهما فيلم خلود عام 1948، وهو الفيلم الذي شارك في إنتاجه مع أحمد حمامة كما شارك فيه كممثل. وقال إن الفرصة واتته عندما تقرر تصوير بعض المشاهد خارج القاهرة، فسافر إلى الإسكندرية وتزوج بالفعل بعيدا عن الأهل، وبارك بعدها الأهل هذا الزواج، وأنجب ابنتهما نادية التي اشتركت بالتمثيل وهي طفلة في فيلم موعد مع السعادة 1954، وكان من إخراج والدها. واستمر زواج عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة حتى عام 1955، وبعدها انفصل وتزوجت فاتن من عمر الشريف. ورغم ذلك لم ينفصل عز الدين وفاتن فنيا، حيث قدم ذو الفقار وفاتن حمامة أفلام طريق الأمل عام 1957، وامرأة في الطريق عام 1958، وبين الأطلال عام 1959، ونهر الحب. ولا يكاد يذكر اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة إلا ويتبادر إلى الأذهان قصة حبها للفنانة العالمة عمر الشريف وزواجها منها، حيث أصبح هذا الثنائي أيقونة للحب والرومانسية. على الرغم من انفصالها وزواج فاتن حمامة من الدكتور محمد عبد لوهاب الذي ظلت معه حتى وفاتها عام 2015، ورغم ذلك ظل عمر الشريف يؤكد طوال حياته أن فاتن هي حبه الوحيد الذي لم ينسه أبدا رغم وقوع مئات النساء في العالم غرامة. وبدأت قصة الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف عندما شاركها بطولة فيلم صراع في الوادي، وكان وقتها وجها جديدا، واستمر زواجهما منذ عام 1955 وحتى عام 1974. وفي 15 مايو عام 1955 صدرت مجلة الكواكب لتحمل تفاصيل زواج النجمين عمر الشريف وفاتن حمامة تحت عنوان ذا فرح فاتن وعمر. النهاية السعيدة لقصة حب حلوة. وأشارت المجلة التي نشرت صورا من الحفل البسيط إلى أن عمر الشريف أشهر إسلامه في صباح يوم عقد القران، واختار لنفسه اسم عمر الشريف المهد. وفي عام 1975 تزوجت فاتن من الطبيب الدكتور محمد عبد الوهاب لتجد فيه الشخص الذي طالما حلمت به، ولكنها قررت هذه المرة أن يبقى زواجهما بعيدا عن الإعلام. وفي حوار لليوم السابع مع الفنانة سميرة عبد العزيز التي ربطتها علاقة صداقة بفاتن حمامة، أشارت إلى اختلاف المشاعر بين عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية بعد الانفصال قائلة: جمعتني أيضا علاقة صداقة بالفنان العالمي عمر الشريف، واعتبرني أخته منذ مثلت معه دور الأخت في مسلسل حنان وحنين، وكان يحرص أن نلتقي عندما يزور مصر. وتحكى عن أول لقاء جمعها بعمر الشريف عندما قابلته في باريس قبل أن يتعاون في المسلسل. عندما رأيته سلمت عليه وقلت له أنا ممثلة مصرية فرحب بي، وقلت له أنا اشتغلت مع فاتن حمامة، فقال لي كنت لازم نقعد سوا علشان تحكي لي عنها، واعترف لي أنها المرأة الوحيدة التي أحبها. عندما سألته عن حبه لبربرا ستريسند قال كتير أو حبوني لكن أنا حبيت فاتن حمامة. بينما أكدت سميرة عبد العزيز أنها عندما تحدثت مع فاتن حمامة عن هذا الموقف لم تهتم، مؤكدة أنها كانت تغضب عندما تنشر الصحافة خبرا عنها وتضع صورها مع عمر الشريف، وقالت لي دول ما عندهمش ذوق وما بيحترموش الراجل اللي أنا متزوجاه من 40 سنة. وأضافت كانت بتحب الدكتور محمد عبد لوهب، حبها لعمر الشريف انتهى بالانفصال،
أنا دخلت بيتها كتير ورأيت كيف تحترم زوجها وتعامله كسيدة مصرية تحترم التقاليد وتهتم بكل تفاصيله وطعامه وملابسه.